فيلم ماستر بيس بجد هتفضل على اعصابك لحد اخره. انا ايه جمال ودورت نايم في سلسله نشوف ايه في افلام التلاعب بالزمن. الفيلم بيحكي عن ضابط بيلاقي نفسه في قطر مش عارف فيه اي حد ولا متعرف على اي حاجه حواليه، وبعدها بدقايق القطر بينفجر وبيلاقي نفسه في سيميليتور بيدخله تفجير حصل في قطر. والغرض من المهمه دي ان هو يكتشف مين المجرم او الارهابي اللي فجر القطر، لان هم ما عرفوش يوصلوا له. بيكون قدامه 8 دقايق بس قبل انفجار القنبله عشان يقدر يعرف مين اللي عمل كده. الفيلم اللي بتكلم عليه هو فيلم سورس كود، وهو من انتاج 2011 ومن بطوله جاك جيننهال. الفيلم حقيقي يخطف الانفاس ويخليك على اعصابك لحد اخر لحظه وانت بتحاول تحل معاه اللغز ومين فعلا اللي عمل كده. وبنشوف ازاي ان هو بيحاول يجرب كل الاحتمالات عشان يقدر يوصل للمجرم في اسرع وقت ممكن. فلو ليك في افلام الاثاره اللي بتخليك مشدود كده طول الوقت لازم بجد تشوفه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو او سبسكرايب، وتابعني هنا دايما عشان اقول لك نشوف ايه. باي.